خوتي مغاربة السلام عليكم. دائما الجديد والحصري على قناة ياسين دايري. كيف ما وعدتكم في وقت سابق وقلت لكم أنه فيما يكون شي جديد حول مشروع بناء ملعب تاسمة الدار البيضاء فغادي نخبركم به أولا بأول. اليوم كاين الجديد. هذا الجديد أكيد غينال الإعجاب ديالكم، وغادي يخليكم تقتنعوا انه الاشغال ديال البريباراسيون ديال اشغال بناء ملعب تسمه فهي تمضي على قدم وساق. وكاينه واحد يعني الرغبه حقيقيه من المسؤولين ديال مدينه الدار البيضاء انهم ينجزوا هذا المشروع في اقرب الاجال. قبل ما نقول لكم التفاصيل، طبعا إذا كانت هذه أول مرة كتشوف فيها قناة ياسين دايلي، اشترك في القناة، فعل زر التنبيهات باش دائما يوصلك إشعار بجديد الحلقات. ما تنساش الإعجاب، لأنه الإعجاب كيساعد المحتوى أنه يوصل لأكبر عدد ممكن من المغاربة المهتمين بأوراش المغرب الرياضية والغير رياضية. والتعليق لإبداء الرأي، الآراء ديالكم كنقراها وكنتفاعل معها. وإلا بغيتي تبارطاجي الحلقة مع أصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي فلا تتردد. إذًا الإخوان، مع بداية الشهر المقبل شهر ماي غادي يتم فتح الأظرفة والتعرف على الشركة اللي غتفوز بالمناقصة ديال تأهيل الوعاء العقاري ديال ملعب تيسيما. التأهيل ديالو هو الهدم ديال ما تبقى من المدرجات اللي موجودين دابا حاليًا، الهدم والpreparation ديال الأرضية. ثم بعد ذلك غادي ننطلقوا المرحلة اللي موراها ديال اختيار الشركة اللي غتنجز هاد الملعب. نعطيكم بعض الأرقام والمعلومات كتقول إنه في مع بداية من بداية شهر ماي غيتم فتح الأظرفة ديال هاد المناقصة، والشركة اللي غتفوز بهاد المناقصة اللي غتقدم طبعًا أفضل عرض بأقل تكلفة. هذا هو التعريف ديال المناقصة. المدة ديالها غتكون 3 أشهر مخصصة للتهيئة الأرضية والهدم، بحال اللي واقع دابا الملعب ديال فاس. كتشوفوا دابا الملعب ديال حسن الثاني بفاس، وكذلك الملعب ديال الأكادير كيقوموا بعملية الهدم والpreparation ديال الوعاء العقاري باش يشتغلوا في إنطلاق أشغال البناء. نفس الشيء بالنسبة للملعب ديال تاسيما. سيشيد يعني تم تخصيص حوالي 36 مليون درهم للأشغال الأولية الخاصة بالهدم وتهيئة الأرضية. والجديد أنه تم تم رفع الطاقة الاستيعابية ديال الملعب. في وقت سابق كنا كنتكلموا على 20,000 مقعد، دابا حاليًا كيتكلموا على 30,000 مقعد. تم رفع الطاقة الاستيعابية. ربما ماشي تم رفع، هو تم تحديد هذه الطاقة الاستيعابية في وقت سابق، ولكن المشكل أنه المعلومة ما كتخرجش من عند مصدر اللي هو رسمي. في الأول كانوا تيقولوا 18,000، شوية 20,000، شوية 22,000، ومن بعد رجعوا تيقولوا غادا تكون 20,000، دابا كيقولوا 30,000، وأنا كنرجح الاحتمال ديال 30,000. لأنه كيقولوا هذا الملعب غادي يحتضن مباريات الوداد أو الرجاء، وراكم عارفين أنه الجماهير ديال هاد الناديين كبار، فبالتالي ملي كتكلم على 20,000 أو 18,000 مقعد في تيران في الدار البيضاء، فهنا كنتكلموا على ملعب سعة صغيرة ماشي حتى متوسطة. إذًا رقم 30,000 تيبقى رقم معقول جدًا، وأنا كنرجحه بنسبة كبيرة، وإن شاء الله يكون هو الرقم المعتمد ديال 30,000 متفرج. التصميم لحد الآن لم يظهر. ما كاينش الشركة اللي فازت أو مكتب الهندسة اللي فاز بالتصميم ديال هاد الملعب ساد على التصميم ديالو ما بغاش يوريه لينا. دابا راه أكثر من شهرين هو فاز بهذه المسابقة المعمارية اللي كانت ديال ملعب تسمة، ولكن لحد الآن ساد عليه ما غاديش تشوفوه. ما عرفتش علاش. يعني ملاعب جاو موراه، شفنا ملعب الناظور وشفنا التصميم ديالو جا من موراه ملعب ديال تسمة. راه الشركة اللي فازت بالمسابقة المعمارية هي مكتب الهندسة في الرباط سميتو My Group Architecture. هاد ماي جروب أرشيتكتشر هو اللي فاز بالتصميم ديال ملعب مولاي الحسن في الرباط، هو اللي صممو، وخدا التصميم حتى ديال ملعب تسامة. فساد عليه ماي جروب أرشيتكتشر. شي واحد يمشي عندهم البيرو ديالهم راه في أكدال في الرباط، يقول لهم بغينا نشوفوا التصميم ديال الملعب تسامة. ولكن المسألة ما غاداش تطول، أكيد غادي يتم الإفصاح على هاد التصميم، لأنه ضروري غادي يحتاجوه في الدعاية، وغادي نشوفوه ضروري، ولكن تعطلوا هذا هو الإشكال. المهم. سيشيّد على يعني قُلت لكم 30,000 مقعد، وإن شاء الله مع بداية الشهر المقبل غادي تنطلق أشغال ديال التهيئة ديال الملعب، اللي أكيد ما غاداش الأشغال فيه ما غاداش تتجاوز 24 شهر، وغادي يكون إن شاء الله الملعب تم الانتهاء منه. وشُفت عدة تصاميم مكاتب هندسة شاركت في هذه المسابقة، كلهم كانوا رائعين، وأنا التوقع ديالي أنه منين شفنا هاد التصاميم الواعرة وما فازش شي بهاد المسابقة، فما بالك بالتصميم اللي فاز بالمسابقة. أنا التوقع ديالي كبير بزاف،
وداير في الخيال ديالي أن نشوف شي حاجة مبهرة، فرجاءً نحترموا ما تصيبوناش بالإحباط، بغينا نشوفوا شي حاجة اللي هي زوينة بزاف. بالنسبة لملعب تسامى كاسم، كنت نزّلت واحد المنشور في وقت سابق عبر القناة، لأنه عدد من الأصدقاء ما كانوش كيعرفوا هاد الاسم ديال تسامى منين جا، شكون هو هاد تسامى اللي تسمى به هاد الملعب. هو الاسم يعود لشخصية إفريقية إثيوبية تدعى يادين كاستشو تسامى إيشيتي. هو إيثيوبي، كان نائب رئيس الCAF بين عام 1964 و1972، وكان رئيس للCAF ما بين 1972 و1987. دابا توفى من مواليد 1921، توفى في 1987. أنا طرحت لكم في المنشور قلت لكم هل تتفقون على أنه يتم إعادة تسمية الملعب بنفس هذا الاسم ديال تسعيمة، أم يتم اختيار اسم آخر للملعب؟ أنا مع الناس اللي اختاروا إنه نسميو الملعب باسم آخر غير تسعيمة. شخصية إفريقية، أوكي، كان رئيس الCAF في واحد الوقيتة من الأوقات. الملعب أصلًا باش كان تبنى ما كانش شي ملعب اللي هو فهمتي عليه العين، ملعب للفرق المحلية للدار البيضاء. الوضعية ديالته يعني مكان مهمل صراحة، حتى واحد ما كان كيعرف إنه كاين عدد من المغاربة ما عارفينش إنه كازا فيها ملعب سميتو تسامة، فكان ملعب مهمش صغير للفرق المحلية. دابا أنت غادا تبني ملعب اللي هو كبير، ملعب عصري، ملعب غادي يتشاف في إفريقيا كلها، وبالتالي كنشوف أنا تختار اسم شخصية إفريقية إثيوبية الCAF شحال هادي توفات وما عندناش يعني ما فهمتش، ما كاين لا داعي أننا أصلًا نعاودوا نبرزوا الاسم ديالو. ممكن بالمقابل أننا نختاروا اسم مغربي، شخصية عندنا العشرات من الشخصيات الرياضية في المغرب تستحق أنك تعطيها هذا الاسم ديال هذا الملعب. عدد من الأصدقاء كانوا اقترحوا عليَّ أسامي، كان اللي اختار الظلمي، كان اللي اختار فراس، كان اللي اختار أسامي لشخصيات رياضية بارزة في المغرب، شخصيات دبلوماسية أيضًا، سفراء مغاربة جابوا الأرض طولًا وعرضًا، يستحقوا أننا مثلًا نعطيهم اسم الملعب ديال الدار البيضاء اللي غادي يتبنى دابا، اسم مغربي أصيل يعبر عن الهوية المغربية، شي حاجة اسم تاريخي للمغرب. شخصية تاريخية للمغرب. كاين بزاف، حل على الكتاب وراه ما تختار في الأسامي. فباش أنك تحافظ على نفس الاسم ديال شخصية إفريقية ما عندناش بيناتهم واحد العلاقة في الرياضة بزاف، فقط لأنه فأنا كنشوف إنه يجب إعادة اختيار اسم جديد لملعب التاسمة، وهذه المسألة تبقى متروكة لكم. نعاود نعرف نبغي نعرف الرأي ديالكم، هل أنتم مع إنه يبقى محافظ على هذا الاسم، أم أنه نختاروا اسم جديد؟ وقدّموا لي الاقتراحات ديالكم، وربما المسؤولين حيت هاد الأمور كتشاف، ممكن مسؤولين يشوفوا يقراو التعليقات ديالكم والآراء ديالكم، ويقرروا بالنهاية راه المغاربة بغاو اسم جديد ولكن ملعب عصري لشخصية إفريقية مدة طويلة ما سمعناش أو ما كنعرفوهاش كاع، ما كانش المغاربة دابا حاليا ما كانوش كاع تيعرفوا هذا الاسم، غير كيعرفوا تيسيما وصافي. فيجب إعادة النظر في الاسم، هذه وجهة النظر ديالي، كنت كنعاين الفرصة باش أنني نطرحها عليكم في هاد المداخلة، ونبغي نعرف الرأي ديالكم. فإن شاء الله نشوفوا الملعب في أبهى حُلّة بعد اختيار الشركة المنجزة للمشروع. كي قُلت لكم 24 شهر الملعب إن شاء الله غادي يكون انتهى. ثم الكلام أيضًا على الملعب ديال الصخور السوداء، كذلك راه في الpreparation النهائية ديالته، وعن قريب إن شاء الله غادي نشوفوا التصميم ديالو، وغيمر بنفس هاد المراحل اللي مَر منها تسعيمة وكذلك الملعب ديال الناظور. هاد 3 ديال الملاعب الأشغال البناء ديالهم في هاد سنة 2026. راني قُلتها قبل 3 أشهر، قُلت لكم الناظور، تسمة، الصخور السوداء، وزيد عليهم حتى الملاعب ديال الداخلة. هادو الملاعب ديال 2026 ممكن ينضاف عليهم الملعب ديال مكناس، إلا هداهم الله الناس ديال مكناس يشتغلوا في يخرجوا الورش للعلن وينطلقوا في الأشغال ديال بناء ملعب مكناس. فإن شاء الله كي جرات العادة فيما يكون شي جديد حول هذا الورش تحديدًا أكيد غادي نخبركم به. فقط اشتركوا بالقناة، تفعلوا زر التنبيهات باش دائمًا يوصلكم الإشعار بالجديد، التعليق والإعجاب لإبداء الرأي، وبارطاجيو الحلقة مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوفكم على خير.